هذا الفيديو متأكدة إن شاء الله غادي تستافدوا منه. واليوم بإذن الله غادي نتكلموا على كيفاش تقادي نظام دارك من بعد العطلة، وأكيد جيبي شي حاجة تشربيها وتستمتعي وانتي كتشوفي بالفيديو. ويلا على بركة الله خليونا نبداو. أول حاجة باغية نتكلم عليها وأهم نقطة اللي ما فيهاش نقاش هي الفياق بكري، لأنني البنات شفت مردودها عليا ملي كنفيق بكري كيبقى ليا الوقت كانتي كتكون مزيانه، ما كنكونش معصبه، كنقديش غالي على خاطري. دابا غادي نعطيك التفاصيل اللي يمكن لك ديريها. اول نقطه واهم نقطه، انا ما عارفاش الظروف اللي انت كتمري بها، شحال ديال الوليدات عندك، ولكن اللي كنعرفوا انك والسيطره كتكون تحت يديك. نعسي وليداتك بكري، نعسي وليداتك بكري. غادي تعياي النهار الاول، غادي تعياي النهار الثاني، غادي تعياي النهار الثالث، نهار الرابع شي شويه، نهار الخامس اقل، وهكا غادي يولفوا انهم غادي ينعسوا بكري. وانا ما كنتكلمش على الشباب اللي قادين بنفوسهم، اللي تبارك الله كبارين 18 19 20 سنه. انا كنتكلم على الوليدات الصغار اللي تحت كلمتك انتي، ملي غادي يعني تخليهم يسهروا حتى للجوج، حتى ل11، حتى ل12، حتى ل3 ديال الليل، والدخول المدرسي ما بقى له والو، اكيد غادي تعذبي انت وياهم. وما عندكش علاقه نهائيا ملي الزوج ديالك يبقى سهران، مثلا شاد التليفون ديالو ولا كيتفرج في التلفازه، تبقاي حتى انت سهرانه معاه. انا يوسف كيخدم الليل، كيسالي مع ديك 3 ديال الصباح، ما كينعش بكري، كيبقى حتى كيصلي الفجر، من بعد عاد كينعس. انا لا، كنعس بكري، كنعس تقريبا مع ديك 11. الا طولت في العطله كنعس مع ديك 12. كنفيق قبل صلاه الفجر، كنقرا القران حتى كيأذن الفجر، كنصلي. وقبل الفياق بكري ضروري شنو؟ تحافظي على صلاه الفجر. الا انت ما صليتيش ما عندكش البركه في نهارك. نوضي لصلاه الفجر، صلي. باغيه ترجعي تنعسي نعسي، باغيه تشوفي شغال دارك انت حره. فحرصوا على قد ما قدرتوا تفيقوا مع الصباح. نرجع نكمل الموضوع. تدخلي وليداتك تنعسيهم، وتحاولي تنعسي اول نهار. الا كنتي مولفه كتسهري غادي تحسي بصعوبه. ولادك الا كانوا كينعسوا مثلا مع 11 ديال الليل، حاولي النهار الثاني تنعسيهم مع 12، النهار الاخر مع 11، وهكا حتى يتقاد الجدول ديالهم من اول وجديد. ولكن انك تسهري وتنوضي مع الظهر، تيقيني ما غادي ديري حتى شي حاجه. البركه ديال